بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنحضر معا لفائف الفينو الدنماركية بالزعفران والفستق، وصفة تجمع بين أصالة المذاق الدنماركي ولمسة شرقية ساحرة. أولاً، لنستعرض المكونات الأساسية لتحضير هذه اللفائف الشهية. المكونات بسيطة لكنها تصنع فرقاً كبيراً في النتيجة النهائية. لتحضير العجينة، في وعاء كبير نخلط الدقيق، الخميرة، السكر، والملح. هذه هي القاعدة التي ستبني عليها كل شيء. الآن نضيف الحليب الدافئ، البيض المذاب، والزبدة المذابة. نعجن لمدة من 8 إلى 10 دقائق حتى تتكون عجينة ناعمة ومرنة. العجن الجيد هو سر العجينة المثالية. نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. هذه الخطوة ضرورية لتفعيل الخميرة والحصول على عجينة هشة. الآن ننتقل لتحضير الزبدة للتوريق. نضع الزبدة الباردة بين ورقتي زبدة وندقها بالشوبة لتشكيل مستطيل رقيق. السر هنا هو الحفاظ على برودة الزبدة. نفرد العجينة إلى مستطيل كبير ونضع مستطيل الزبدة في المنتصف. نطوي الأطراف لتغطية الزبدة بالكامل، ثم نفرد العجينة بلطف ونطويها على 3 أجزاء. هذا هو فن التوريق. في وعاء، نخفق الجبنة الكريمية والسكر البودرة حتى يصبح الخليط ناعما. ثم نضيف صفار البيض، الفانيليا، الزعفران المطحون وماء الورد. هذه الحشوة ستضفي نكهة لا تنسى. نفرد العجينة إلى مستطيل وندهن الحشوة بالتساوي. نلف العجينة بإحكام على شكل أسطوانة ثم نقطعها إلى شرائح بسمك 2.5 سنتيمترا. هكذا تتشكل فائفنا الجميلة. نضع اللفائف على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة ونتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة. هذه الخطوة تسمح للعجينة بالارتفاع قليلا قبل الخبز. ندهن اللفائف بالبيض المخفوق ونرشها بالفستق الحلبي المفروم. ثم نخبزها لمدة من 18 إلى 20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيا. الفستق يضيف قرمشة ولونا رائعا. وها هي لفائف الفينو الدنماركية بالزعفران والفستق جاهزة. اتركوها لتبرد قليلا قبل التقديم ورشوها بشراب السكر الخفيف، اختياري. أتمنى أن تكون هذه الوصفة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة. انتظروا المزيد من الوصفات الشهية قريبا.